دايرين يا شباب يلا يا دي دايرين ماشي سقفت. سقف يلا خالد. خلاص اه ضحكنا. اه حلقه جديده من بودكاست ومين سمعك من انتاج دارك هيد ستوديوز. رأس Yeah. البطه. يلا نبدا ابدا يا باشا نبدا. ابدا. ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كنا بنتكلم قبل ما نبدا اه على الحلاقين. الحلاقين ايه رايك في الحلاقين؟ اجدع الناس والله. خلي بالك انا الفتره الاخيره دي بحلق عند واحد من غير ذكر اسامي يعني. انا الاول كنت بحب ذكر احلق. اسامي، هو متابعك عامل لك فولو؟ او والله احتمال. ماشي. الاول انا كنت احب احلق عند واحد. هو طبعا عارف في كذا واحد شغال في المحل، فانا في واحد معين بحب احلق معاه. ده كل الناس كده. المحل بقى اللي انا بروحه بقى الفتره آه. الاخيره دي، انا بروح اللي فاضي يحلق كلهم حلوين ولا ايه بقى؟ ولا بص، كلهم هو وحشين؟ لا هو المحل بصراحه يعني بينقي الحلقين يعني. يعني كلهم شاطرين، كلهم حلوين. حلو. فانا لما بدات مره اقول له لا انا عايز عمرو، فاهم؟ فقال لي طيب بص، هو عمرو معاه واحد معاه مستشار قانوني معاه حاله فاهم، وقدامه شويه على ما يخلص. فتستنى ولا محمد جنبه فاضي تخش جنبه. فرقتش عمرو من محمد. وبعدين بقى ايه، عندهم بقى ميزه، عمرو يروح قايل لمحمد هو بيعمل ايه، دي يا عيني اديله بريف. محمد يروح شغال بريف، والحلاقين يبريفوا بعض، دي عبقريه. محمد يروح شغال، انا اقوم كاني قايم من تحت ايد عمرو عادي خالص. عبقري والله. فانا بقيت بريح دماغي، تقعد مع خش اي عمرو حد. فاضي راح قاعد. عمرو مش فاضي قاعد. واحد جديد تقول له اسال عمرو او محمد، هم عارفين كل حاجه. عمرو عارف الدنيا. انا مؤخرا رحت احلق اه وفوجئت ان انا اروح احلق مع دخول المدارس. مع دخول المدارس الله كلها مدرجه انجليزي. وحياة ربنا اوحش موقف ممكن اكون شفته في حياتي. يعني احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الاحراج، ازاي نسيت الموقف ده مش عارف. انا قاعد في راجل بيحلق، انا ماليش دعوه، انا موقف بتفرج عليه. وفي راجل بيحلق، في ام جايبه ابنها. فبص، دخول الست في اي مكان فيه رجاله غريب، بيبوظ الدنيا. لا احنا كنا عاملين نبص لبعض. وحياة ربنا غير كل ده بقى، الست فجاه ايه بتقول ابنها بيقول لها انا عايز احلق، لا اشيل الجناب، عايز يعمل قصه. يعني الواد عايز يتحرفش، عايز يعمل هات استيف الشعراوي. وقالت له، وراح قايل الحلقه انا عايز اعمل زي عمه ده اللي بيحلق. امه تقول ايه؟ قالت له لا يا حبيبي، عمه ده شعره خشن ومعفن، انت يا وليه. انا قاعد منتهى الاحراج. لا وبص الراجل تقول له معلش، قول لي معلش انت شتمتيه. معلش يا حبيبي، ده عمو شعرك، بص شعرك ناعم وبتاع، ما ينفعش فيه الحلاقه دي، الحلاقه وحشه جدا. وايه الحلاقه وحشه؟ الراجل ماله طيب؟ يعني انا رايح احلق عند الحلاق بتاعنا، فجاه الاقي واحده ست ماشي عديناها وخلصنا، في عيل صغير ما هنستحمل كمان هم اللي هيتحكموا في المكان. صعبه فشخ. لا لما دخل طفل يحلق دي صعبه فشخ. انا جربت احلق ليتيم وهي مره واحده اللي حلقت له لحد لا اوعى تعمل كده. لا حلقت له فعلا وكانت مامته معايا. الموضوع غريب قوي. هو الواد بيعيط وانا عمال راضي فيه وهي ماسكه الموبايل تصورنا. يا ستي بتعملي ايه؟ الله يرضى عليك. قال لي دي هم كلهم بيحبوا قصه التصوير دي حتى في الولاده. الولاده. اول هير كات ليه يعني، فاهم؟ اول هير كات ليه بيكهام. اول هير كات ليه، فاهم؟ فلازم تتصور وتتسجل ومش عارف ايه. المهم الراجل اللي خلص وحاله مش عارف ايه، قال لي لم لك شويه الشعر دول. قلت له ليه؟ بسجاده. هي قالت له لمهم لي. فاستغربت فشخ، طلع ان هي في حاجه بقى انت المفروض بتاخد الشعر ده. ايوه استصلاح اراضي ولا توزنه. المفروض توزنه وتطلع صدقه او زكاه على كميه الشعر. والله بس اللي انا عرفته، دي حاجه في الدين. بس اللي انا عرفته ان هو كان المفروض اول ما يتولد في اول مثلا يعني خلاص انت المفروض اول بيبقى اسمها شعر البطن. عارفه لا لازم بيتحلق. امي دايما تقول لي انت وساخ البطن. خد بالك بقى. لا دي حاجه ثانيه. انت بشكل عام وساخ البطن. لا ده بيبقى شعر وسخت البطن. ده بيقول لك المفروض بيتشال خلاص وبيتوزن وبيطلع على مقداره الصدقه، فاهم؟ 2 جرام مثلا، مش عارف حاجه قصه كده. فهو الراجل راح لامم شعر الولد وحطه لي في كيس كده وراح مدوني. ما عملناش بحاجه. بذمتك ما خفتش؟ انا خفت طبعا. شعر ابنك كده؟ خفت طبعا، وفي كيس وبتاع، وكان كان موضوع غريب. حلو. بس ما حصلش حاجه. طلعتوا صدقه ده؟ المفروض ان احنا طلعنا يعني. ماشي كويس. حلو.
يعني معلومه بعيد عن اي حاجه انا انت استفدت استفدت النهارده جدا طبعا. كنا بنقول حاجه تانية في قصه الحلاقه دي. كنت بقول لك انا نقلت التجمع، فقاعد في رحله البحث عن حلاق رخيص وشاطر. الرخيص ده في حدود كام يا خالد؟ يعني انت الرخيص ده بالنسبه لك في حدود كام؟ 100 جنيه. حلو، انا مش أوي. واخد بالك، انا مش راجل يعني مش عشوائي يعني، انا نزيه. حلو. طب انت بس بكرة الماء وانا خارج ده يعني. شعر وده طبعا. لا ده كده مش بقول لك ده كده في نزيه. العفانه منه. ده كده في العفانه منه. اقول لك الحلاق اللي انا بحلق عنده في عين شمس اسمه بكار، اتمنى يكون بيتفرج عليا عشان ينزل ال 100 جنيه دي كمان. ماشي، يا ريت يا عملت له استاذ دعاية بكار أهو. تنزل له ال 100 جنيه دي. محل احمد عاطف شارع منشيه التحرير، دعايه هو المفروض يروح له المره الجايه والله 50 العظيم جنيه وانا يعني خارج. المهم احمد بكار، احمد عاطف ده اخوه. ماشي. بكار شاطر فشخ بجد العظيم، بيحلق يعني. بقوم انا مبسوط، انا عايز اتصور بقى واعمل فوتو سيشن وبتاع. وانا دايما بدفع ال 100 جنيه دي لان انا كل مره بقنعه ان انا هجيب فنانين يحلقوا عنده. زملاء. هتجيب الزملاء ده اخويا هجيبه لك. هتاخد 100 جنيه ونخلص ولا ايه؟ جايب لك طه انا جاي خلاص. بس فنحيي طه هنا وبقول لطه لو عايز تيجي تحلق طه، هو بكار مستنيك من بدري والله العظيم. انا اخر مره يعني قبل الاسعار ما تغلى ومش عارف الكلام ده، كنت بحلق ب5 جنيه. اسلام ما تضايقنيش يا اسلام والله العظيم. قبل الاسعار ما تغلى اللي هو ايه يعني؟ اللي هو قبل مثلا التعويم يعني اللي هو مثلا اللي هو ولا انا الحلاق بتاع ابويا ده كان الحلاق بتاع ابويا. ماشي. وهو كان بقى بيوديني احلق عنده. لما بدات انا اكبر بقى واروح لوحدي فبقيت انا اروح له برضه. خلاص. اللي هو كانت لسه فتره ما عنديش فيها شخصيه دي، عارف الفتره دي؟ عارفها يا اسلام، احنا يعني فالمهم بقيت اديله ايه؟ انت عندك شخصيه يعني دلوقتي ابني لسه عنده شخصيه انا لسه. المهم بقيت اديله ايه 5 جنيه. ماشي. فالمهم جه في مره عايز بقى يقول لي ان الدنيا يعني غليت واللي انت فيه ده انت بتهزر. وايه اللي انت فيه ده ومش عارف ايه. فاديته 5 جنيه فضه ماشي كده كانه مثلا انت ناس طلع 10 جنيه تقول له شوف لي 5 جنيه معاك. والله 5 كانه مثلا بديله ايه 2 المرج. ماشي فاهم؟ اديتهم له فضه. اديتهم له فضه. نزل اول الشارع ليه؟ ما هو نفر واحد طول عمره بجنيه وربع. فاديتهم له جه في ايده فهو مسك 5 جنيه كده قال لي طب روح اديهم مؤس. عايز يبعتك مشوار، عايز يستفيد منك بحاجه. فانا من هنا خدت بالي بقى اللي هو لا ده كده يعني تخيل بديله حاجه بيجيب مواس. لا ما زودتوش. بقتش تروح. رحت لوحدي. بعد كده بقى خدت بالي ان هو كان كل مره يعورني. فاهم يعني؟ لازم يعمل لك واحده كده يعلم عليا. فاهم؟ بال5 جنيه والله العظيم 3. طب احنا ليه فتحنا قصه الحلاقين دي؟ مش عارف. انت تعالى نشوف موقف. تعالى نشوف موقف. ايه نشوف موقف؟ نشوف ايه؟ طيب تعالى نشوف لها اسم. تعالى نشوف لها اسم. تعالى نشوف الناس بعت ايه. لسه انا بقولها ما تبقاش كده. ما جات لي برضه هي. ماشي. طيب. انت هتقول ولا انت؟ اقول انا بحب انت بتجيب حاجات حلوه. بص مكسل بس مش اكتر. اخويا بيمشي وهو نايم. ماشي. اخويا بيمشي وهو نايم مش بيكون حاسس. مره صحي من النوم فتح الباب ونزل لجارتنا قال لها عايز حله احط فيها البيض. فاديته حله ما كانتش عارفه انه نايم. فاهم؟ تخيل انت هو نزل قال لها انا عايز حله راح مديها له فهو نايم. فالمهم خد الحله ونزل الشارع اللي بتاع السوبر ماركت خد منه البيض. قال له عايز عصير. ماشي واداله الحله كانها فلوس. مقايضه ده عبقري. ده كان نايم في العصر الحجري. قال له الحساب مثلا 5 جنيه قام مديله الحله وهات العصير بس. الراجل بتاع السوبر ماركت حاسس ان هو شارب فطلعه البيت. يا حول الله يا رب. تخيل انت واحد انت مثلا خد عصير قال لك دي حسابها كام فانت قلت له 10 جنيه راح مطلع حله تيفال كده وراح مديها لك. بدل يعني دي واخد لها العصير. لا صعب جدا. ده صعب فشخ. ده خطر. بيحصل لك حوار تمشي وتنام ده؟ لا تعرف حد بيمشي ونايم؟ بعرف حد بيمشي ونايم. لا برضه انا انا لما بنام ما بحسش بحاجه. ما بحسش بحاجه خالص. تفتكر ليه؟ ممكن انا بحس ده ضغط، ده ستريس، ده عنده حاجه. انت بتروح في النوم بتبقى انت مضغوط؟ لا انك تمشي وانت نايم ده كده عندك مشاكل. مش عارف دي حاجه غريبه قوي. بتمشي وانت نايم دي وما تبقاش حاسس. صعب. انت شفت حد قبل كده بيمشي ونايم؟ مش عارف هل ينفع اقول ده ولا لا. ابويا في فتره يعني بالتالي ما ينفعش صح. ما ينفعش. لا خلاص ما ينفعش. يا عم قول لو ما تنفعش عادي. مش عارف والله العظيم بس مش فاكر مواقف. بس ابويا في فتره كده وانا في ابتدائي كان بيمشي وهو نايم. كان بيمشي يروح فين؟ بس ما كانش يروح في حته. كان بيتحرك في الشقه يعني عادي. ما عملناش مشاكل بس يعني
رعب جدا والله العظيم، فكره ان حد ماشي وهو نايم، وبعدين دايلوج بقى وكلام وبتاع، ايه الكلام وايه ايه هتشوف انه نايم. لا انا ساعات مراتي بتقول انا بتكلم وانا نايم ساعات، مش دايما. دي البدايه، خد بالك انت رايح في بجد مرحله والله. المشي يا صاحبي. يا ما هو ابويا نهار بداها أزرق. بكلام، بعد كده مشي. هو زي الاطفال فاهم، تتكلم كده تمشي تاخدها واحده واحده يعني، واحدة تزحف وانت نايم كل حاجه. طب انا كده في الجيش. تخيل واحد بيزحف وهو نايم. لا حاجه صعبه فشخ. انا ما بعملش اي حاجه وانا نايم غير ان انا بنام. ما هو ده معناه انت ما بتحسش. اطلاقا. ساعات ما بحلمش انا بجد، في ايام بقوم. لا انا ما بحلمش، مش ساعات ما بحلمش. طب على ذكر النوم، انت عارف ايه اكتر مكان بحب انام فيه؟ سريرك؟ لا انت تستغرب جدا. ايه؟ نومة الميكروباصات. والله ماشي. العظيم بحب انام في الميكروباص. وبعدين في حته كده اللي هي دي في اللي هو انا هقع بس مش هقع، انا نايم انا في ميكروباص عادي. عقلك مدرك بس مش مدرك، نايم نص نومه كده. بحبها قوي دي، فكره انك ميت اكلينيكيا مش نايم. فاهم حاجه؟ ما اعرفش انا في المواصلات خالص خالص. يعني. سافرت مثلا السنه دي 3 مرات. ايوه رحت مطروح بتذلني والساحل. انا ما سافرتش خالص. رحت الساحل مرتين. ماشي. انت ما سافرتش خالص؟ رحت واحده منهم حفله. قول كمل خدت فيها فلوس وانا لا. ما ترشحنيش ليه اسلام في الحفلات اللي انت ما بتنزلها؟ انا لسه مرشحك في واحده جايه يوم الخميس اهي. فين دي؟ انهي واحده دي؟ بتاعت يوم الخميس، ما انا اللي قايل له. انهي واحده؟ بتاعت يوم 19. احنا عندنا حفله يوم 19. اه ماشي. انت اللي مرشحني؟ انا اللي مرشح. ده هو قال لي مش منك. كنا اوريك الشات ده كده. بص يا عم كمل بس خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي ده. المهم ده انا بروجكت مختلف دلوقتي. انا ما انت خلاص يعني انت اروحك طيب. عايزين نفسي اروحك. روح. فانا مش نازله معاك البودكاست ده تاني. كنا بنقول النوم. انت بتقول سافرت كتير وما بتعرفش تنام وانت ما بعرفش مسافر. انام في المواصلات خالص. دايما في ال3 سفريات بنام في اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه. يعني دايما ببقى مثلا مشغل الجي بي اس وخلاص. يعني مطروح والساحل ده تقريبا نفس ال 3 4 5 ساعات هم. وانا فاتح الجي بي اس انا احب اشوف نفسي وانا ماشي كده على الطريق، ما اعرفش ليه. احب اشوف السهم نازل ماشي وانا جنبه والله العظيم ومشغل اغاني وابص انا بقى طول الطريق وماشي صح. لو معقوله انا ماشي صح كويس، حاجه حلوه. هم انا خلاص ببص كده بلاقي مثلا فاضل 20 دقيقه 15 دقيقه، فجاه الاقي نفسي بروح في النوم وبنام. طب ما انت بتنام في المواصلات اهو يا عم. بنام اخر ربع ساعه. ما ده غباء منك. انت المفروض طالما بتعرف تنام فعلا اهو في ربع ساعه. لا ما بعرفش. نام من الاول بقى. ما بنام غصب عني. عارف انت لما تبقى انت خلاص ايه بتعدل نفسك وبتعدل راسك وانا هنام دلوقتي فبتنام صح. انت بتعمل كده. لا انا ما بعدل نفسي ومش عارف ايه. لا بحس ان انا ما اعرفش انام برضه. بعدل راسي كده واعمل كل حاجه. جرب، هي محتاجه تمرين عامه يعني. انت انزل اشتغل على اي خط كده ميكروباصات نام فيه. بس تعالى بقى هات لنا حاجه كده. حد بقى اجيب انا زي صح. فكرني يعني. هات لنا انت حاجه. طيب يا مساء الحال يا رب. حلوه دي ماشي. طب انا عندي حاجه جاهزه. طب ايوه لو معاك انت شكلك انسان محضر اكتر مني. انا عامه هروح للفانز. لا اروح للفانز. اروح للسيرفيس ده كده يعني. ماشي. بص يا عم. قول لي يا صاحبي. كنا عند تيتا. ماشي. فدخلت الحمام لقيت جده فتح عليا الحمام. حقه بصراحه يعني عادي يعني. من كتر ما هو مش عارف يعمل ايه قال لي عايز حاجه يا ابني. جايب لك فوطه. وانت ما تجوش عندنا ليه؟ امك قالت لك ما تجوش عندنا. قال لي عايز حاجه يا ابني. قلت له اقفل الباب. لا ده ما هو دليل ادب ده جده. ما ينفعش ازاي يحرج جده كده. بقول لك انت عندك حاجات كتير مع جدك. يا نهار ابيض الله يرحمه. انت بتحكي حاجات كتير قوي على جدك. انا جدي عنده زهايمر. الله يرحمه الله يرحمه. هكلمك بس عن مرض الزهايمر عشان ماشي. لو حد عنده مريض زهايمر هيريليت معاه. ماشي. مريض الزهايمر يا اما يبقى عدواني فشخ ودايما فاكر ان في مؤامرات وان الناس كلها عايز تقتله يسرقوا فلوسه وحاجات شبه كده كتير. يا اما بيبقى دمه خفيف فشخ. حلو. حتى لو هو ما كانش دمه خفيف في الدنيا هو فجأة ربنا بتلاقيه دمه خفيف جدا. جدي في مره الدكتور قال لنا ان هو دي كانت في بدايه المرض. ماشي. لازم نعرفه على حياته اكتر ذكرياته بتاع عشان تنشط الذاكره. حلو. فهو ليه واحد البيست فريند بتاع جدي. انا جدي عمده في البلد وقصه كده يعني اللي هو ايه وبتاع والحاجات دي فلاحين يعني. ماشي. فالبيست فريند بتاعه اسمه عبده سلو. عبده ايه؟ سلو. ده سلو بلد يعني. ده كده هناك. المهم
المهم كلمنا عبده سيلو ده، قلنا عبده له سيلو. قلنا له الحاج جد اسمه موندي، بس دي في نص اسمه الموضوع. إيه؟ موندي موندي ده كان امريكاني شفت ولا كان؟ موندي جميل كده. المهم كلمنا عبده سيلو، قلنا له الحاج موندي تعبان وانت لازم تيجي تقعد معايا عشان عنده كذا كذا يا كذا. صاحبي دي هي دي روايه قصيره عبد إيه؟ موندي؟ ايه ده؟ ايه الاسامي دي؟ الحاج موندي وعبده سيلو، اسمع للاخر بس، ده القصه رايحه في عبط ماشي، دلوقتي. قول. فجدي ناسي تمام، ناسي عبده سيلو. الناس كل حاجه، شاف عبده سيلو. أيوة. اهلا حبيبي وحشني يا عبده، اقعد واعمل لك الشاي. اقعد ما ليه، ماشي. راح قعد معاه ماشي. عمل الشاي. جدي قال له 5 دقايق راح اعمل لك الشاي. هو كان مبسوط جدا ان جدي افتكره. حلو. جدي دخل يعمل الشاي، رجع صينيه الشاي وقف قدام عبده سيلو، راح رامي صينيه الشاي. حرامي حرامي يا خلق حوش، ولم البلد كلها، والله العظيم لم البلد كلها. على عبده سيلو. واخده وقفشه. قفشه. وفتح اوضه، في اوضه عنده هو بيحط فيها، بيشوم فيها الرز، شكاير الرز. الاوضه فاضيه تمام. راح دخل كان في هنا 20 شكاره رز، خدهم امتى؟ ليه يرفع شكاير الرز امتى؟ الراجل مش قادر يمشي. حرامي يا عيني الراجل. انتوا كنتوا فين؟ بنحاول نحوش، احنا سيبناهم، عارف اللي هو بيحوشوا. عرفوا بقى الحمد لله، يلا بس نمشي بقى انتم ونسيب يعني الذكريات بقى لسه والاسترسال بقى، ويلعبوا ويهزروا براحتهم. انتوا بقى جيتوا تقول له آه. فاكر يا عبده؟ احنا رجعنا على خناق، وده صاحبك ده عبده سيلو. عبده مين ده؟ حرامي، وهاتوا لي المديريه وهاتوا لي الناس وهاتوا المأمور وكده بقى. الراجل يا عيني كان ماشي بيعيط من كتر ما صاحبه. انت خد بالك، سيبك بقى ايه، سيبك بقى من الهزار خالص. في جانب تاني من الروايه ان صاحبه، مش عارف. يا ساتر يا رب، دي صعبه قوي دي. صعبه فشخ. صعبه جدا. تخيل لو صاحبك ومش عارفك. تخيل تيجي تقعد معاه كده، اسلام بقى سرقك وبتاع وخد يا مني نهار جوكس ازرق وبتاع. يا نهار ازرق. حرامي صعب. سرق الماتيريال بتاعي. كان في هنا 40 جوك خدها. كنت هفتح الاوضه دي، بص النوت دي كانت كلها نكت خدها مني. بس لا مواقفه كتير فشخ، نعمله سلسله. نعمله بحبه فشخ، سلسله. الله يرحمه، بحبه الله جدا. يرحمه والله. ايه اللي جابنا ربنا هنا؟ يرحم امواتنا جميعا. عن الراجل اللي جده فتح عليه الباب. الجدود. طب انت ايه جدك؟ احكي لي اي حاجه عن جدك. هو جدي اول واحد. جدي اول واحد. ايه اللي جدي اول واحد؟ هقول لك. ماشي. ما انا هقول لك. جدي اول واحد قال على ابني، قال على تيم سيد. اول واحد فعلا في التليفون. يعني امي كلم واحنا في المستشفى في اول يوم، في اول ساعه في حياه تيم. اول ساعه فامي كلمت جدي وايه وبارك الاسلام وبتاع، فبيقول لي ها جبت ايه ومش عارف ايه. فقلت له جبت تيم يا جدو. سيد؟ قلت له يا جدو تيم. قال لي ايه سيد ده يا ابني؟ انت صعب عليه قوي يا اسلام. ماما قلت له لا يا جدو تيم. هو اسمه ايه؟ جدي جدي اسمه فاروق. ماشي. اخوه اسمه فؤاد، مسمين على اسامي الملوك. والله الملك فاروق ملك قصه يعني. يلا الحمد لله. يا عيني سموا من هنا والملكيه مش. فالمهم ما عشان كده هو سمى ابنه محمد على محمد نجيب. انتوا ماشيين مع الراي. احنا ماشيين. كمل. ماما قعدت اقنعه ان هو تيم. ماما في الاخر قال لي خلاص خلاص ابو سيد بقى مع السلامه وربنا يبارك لك فيه ويطرح فيه البركه. حلو سيد وجميل كويس. مش عارف ايه. بس حلو خلاني اقولها مره في ماتيريال يعني. ما هو ما هي بتيجي كده. تعرف لحد دلوقتي في ناس بتقول لي ابو سيد. سمعتها مره على الماتيريال وانا ساعتها ما بقتش اقولها بقى. لما لقيت الناس بقى لزقت بقى في الواد. وبعدين بيقول لك هتلزق في الواد، فالواد شكله هيقلب سيد. لا فانا يعني ايه يعني ابنك يبقى يعني اسمه تيم خلاص. قال لك انت لو الناس فضلت تقول له سيد هتلزق، فالواد شكله هيبقى سيد. يا ساتر. فانا انا يعني انت شكلك اسلام. انا اتخضيت بصراحه، فقلت لا. من ساعتها ما بقيتش اقول له. عامه فعلا اسم سيد ده تيجي تكون له ملامح في دماغك، هتلاقيه انت في دماغك تلاقي سيد ده حاجه. حاجه انت حاجه عارفها. مد محاره في حاجه يعني، عامل قصه صنايعي في حرفه في الموضوع. نجار بتاع. اصل ده عم يعني دايما يبقى عم سيد. ايوه ما فيش سيد عنده لبس مبهدل بيستخدمه في الشغل. معروفه يعني معروف. يا اما واحد مثلا صاحبك واسمه حاجه سيد، لما السيد لوحده دي مش موجوده. صعب يا اسلام. يلا ربنا يبارك لك في سيد يا عم. حكايات ربنا يخليك يا عم خالد كده عقبال ما نشيل احفادك ان شاء الله. طيب انا اشوف حد بعت لنا اي حاجه. انت بتجيب الحاجات بسرعه ازاي؟ انا ليه باخد وقت؟ انا مذاكر. انت يا ابن ايه ده، انت مجنون. طب شوف لنا حاجه. ده انا هجيب لك حاجه بقى ايه بقى من الزبد. ماشي. يا رب الاقي حاجه اصلا. طيب بص دي بقى، دي ريليتد بالخلق كلها. ماشي. فاطمه بتقول لك ايه، كنت بعمل شير لستوري لحد ما كنتش طايقاه وببعتها لصاحبتي عشان نشتم فيه وننم. رحت بعتها للشخص بقى بالغلط. صعب قوي الموضوع ده، ناس كتير وقعت فيه. ناس كتير ايه ده اصعب حاجه في الدنيا. انا حد مره بعت لي الفيديو بتاعي وكاتب دي.
يمكن. طب ما يمكن قصدك عادي. لا ما هو اتلخبطت. لما انا شفتها قلت له في حاجه حضرتك؟ عملت له كده وانا ماسك الموبايل بس رميت وداني في الشات كده. ايه، فراح ماسح الرساله. موضوع اكيد قاصد ها؟ لا هو اكيد معرفش. قصدي متلخبط. اكيد اتلخبط. طب بس أنا هي أقول بتبقى ايه، بتبقى اقول لك بقى حاجه بشعه دي بتحصل مع الانفلونسرز. دي بقى حاجات مشاكل لا يعاني منها الناس الطبيعيه. هو بيبقى ماسك الاكونت بتاعه عادي وعنده مثلا مليون فولو مثلا او حاجه، وعايز يتعامل عادي، عايز مثلا يبعت حاجه لحد، مثلا شاف بوست عند حد تاني مشهور ماشي وبيغلط الغلطه دي، فبتبقى سودة بقى. يعني ايه مش فاهم. يعني مثلا سي من الاسامي، واحد فنان مشهور ماشي شاف تريلر مسلسل لفنان زميل، فبيبعتها لفنان زميل تالت فاتلخبط وبعتها للزميل اللي صاحب التريلر. صعبه فشخ، بتوقع بقى مشاكل كتير. فجاه تلاقي في اتنين ما بيشتغلوش مع بعض. طب ليه؟ والله ما ارتحناش في دي بتبقى حاجه شبه كده حصلت. والله بعت لي المسلسل بعت لي التريلر، قال لي ايه الخرا اللي انت عامله. بتحصل مع ناس بقى لما بتبقى مواضيع فيها فولورز وبتاع تشاف بسرعه. ايوه خلاص. انت تخيل مثلا ميك اتلخبط وبعت لك حاجه على الفيديو بتاعك لويجز بيقول له بص الرخامه دي كده مثلا. بس انت سالتني قبل الحلقه ايه البرنامج المفضل ليك على اليوتيوب. انت ايه البرنامج المفضل ليك على اليوتيوب؟ هتستغرب فشخ والله. ليه؟ انا بحب اتابع الهستيري. الهستيري؟ تصدق ما شفتش ولا حلقه للهستيري ده مش طبيعي. ما اعرفش شكله والله. لا ازاي ما تعرفش شكله؟ والله ما اعرف شكله. ده في الهساتير الصغير وفي حاجات عبيطه كده. والله ما اعرف شكله. الهستيري واحد زملكاوي بيقعد يمجد في الاهلي. فانا كاهلاوي مبسوط جدا ان هو زملكاوي طبعا. لا ان هو بيقول كلام حلو في الاهلي. يعني واحد زملكاوي بيحب الاهلي. طب الزملكاويه دي انهار اسود سب. لا والله انت عار علينا، انت مين انت بتاع كل مره عادي، بس فيوز والدنيا جميله وارقام. وده عليه برنامج على اليوتيوب. ربنا يوعدنا يعني بناس تشتمنا ونجيب فيوز يعني. لا مش عايز اتشتم، مش عايز بس نجيب فيوز. لا ما انا مش هاخد نص الحاجه يعني فاهم، هتشتم تجيب فيوز معايا على طول. لا انا على اليوتيوب عادي بتفرج على، يعني انا بتفرج عموما على اليوتيوب وانا باكل، ما بفتحوش مثلا وانا فاضي. لا بس في حاجات بحب اتفرج عليها. سيبك بقى الاستيري والله بتكلم بجد. في برنامج اسمه زي ما الكتاب بيقول. سمعت عنه جامد. هو بيقعد يتكلم على حاجات سياسيه، يتكلم على حاجات اقتصاد. عمل برنامج في التلفزيون تقريبا. عملوا على اون تي في. كان حلو. بس هو فورمات يوتيوب صعب قوي التلفزيون. انا ما فيش برنامج بتاعي بفتح يوتيوب اتفرج عليه. يعني هو انا باكل نزله حلقه جديده اتفرج. برين فاي افتكرت على اليوتيوب. يعني مش هقعد على التلفزيون بقى واعلانات وجع. ممكن في يوتيوب. متابع انت الكره المحليه دي فشخ؟ متابع الكره المحليه طبعا. يا نهار ابيض بعشق جلد ذات. درب المحله ده بموت فيه والله العظيم. جلد ذات فشخ. فكره انك تقعد تتفرج مثلا على انبي وحرس الحدود حاجه صعبه اقسم بالله. ده الماتشات اللي ابويا بيشوفها بس. دي الماتشات اللي ابويا بس بيشوفها. بالله غصب عننا. انت عارف انت لو قنوات دي تتلحلح وتجيب لنا اي دوري عدل هنتف على امه. يعني هنعمل ايه بمزاجنا؟ مفيش غير. انا مثلا لو باكل مثلا واياد نزل حلقه اتفرج. اياد مين؟ اياد الموجي. انت بتتابع اياد الموجي؟ اللي شتمك؟ ما حدش يعرف يشتمني. افتح يا ابن الطريق عشان انا بشوفش جدا بجد والله. اتفرج عليه. تحب ايه؟ لك مش بحبه عادي يعني. ما بقتش حمل البودكاست بتاع اسلام والشوقي. لا والله العظيم بحب اياد صاحبي على فكره بجد والله. انت اللي مسلطه بقى عليا ساعه لا انا هحكي لك بقى قصه خفيه. باجي انزل الفيديو ده هو بيسال الجمهور عنده الاول يبعتوا لي فيديوز. انا معاك. خد بالك الفيديوهات اللي مبعوتها له دي من ناس عنده. ايوه فانت في حد متسلط عليك. حد دسني. فانا رحت له اول ما لقيته قلت له ايه يا صاحبي؟ كانش العشم يعني. قال لا انت تبعنا يا عم. طب خدنا تحت جناحك يعني. خدنا تحت علني يعني. لا انا بقى عرفت القصه منين؟ يوم الحلقه. يعني يوم الحلقه او قبلها بيوم لقيت في حد على التيك توك مثلا جاب 5-6 فيديوهات ليا. ايوه. ومنشن المجز. مين المجز ده؟ استغربت فشخ. انا بتفرج عليه وعارف. بس هو عايز مني ايه؟ فلقيته هو. فقلت له ايه؟ ما بقاش حلمني الستاند اب كوميدي ولا ايه؟ والله العظيم. المهم الحلقه نزلت. اول فيديو جايب اللي هو زياد شريف. فقلت ماشي هو كده ايه دماغه بقى هيجيب الناس اللي قاعده بره. الناس اللي فاهم. تاني فيديو ديب. انا قاعد بفرج ولقيت نفسي في وشي ديب. والحمد لله انا اليوم ده كنت قاعد لوحدي بقى في البيت. يعني ما كنتش عايز حد يشوفني في الوضع اللي انا كنت. بس اقول لك على حاجه. انا زعلت من الكوميديانز اللي زعلوا.
في كوميديانز زعلوا فشخ. لان انا وجهه نظري ان اي كوميديان لو مش بيتقبل الهزار ايا كان نوعه يبقى هو مش كوميديان. هي بس يعني مش للدرجه دي برضه، فاهم؟ لا هي انت هو بس ماشي، انت بيهزر. كوميديان وكل انا ما زعلتش، فاهم؟ أيوة. والناس ما كانتش المفروض تزعل. ايوه هو بيهزر. ما هو بيهزر ماشي، بس برضه مش كل الناس بتتقبل الهزار او مش لا ما ينفعش تقول كده. مش ازاي انت قصدي، مش مصنف قصدي. حد بتضحك الناس وعارف ان مفيش حد الناس بتجتمع عليه فتقول كده؟ مش منطقي. مش والله. عارف، بس الناس اللي زعلت انا هي حقها تزعل. انا ما قلتش حقه ومش حقه، بس لو ركزت شويه عادي. ما هو انت مين اللي قالك ان انت وانت بتكتب الحاجه دي او انت بتقولها الناس هتموت صريخ؟ يعني انت يعني خلاص وارد جدا حد اصلا يكون حاضر الحفله اللي متصوره دي ما أيوة. كانتش عاجبه، ما كانتش عاجباه الجوك دي. مم. فانت ليه فاكر ان كل الناس هتعجب بالجوك بتاعتك دي؟ طيب انت مشكلتك ان هو مثلا خد الحاجه دي على اليوتيوب ونمرك مثلا. نمرني؟ يعني مش انت. طب خلي بالك من كلامك بقى. يعني نمرك طب يا حاسب على اسلام كلامك. وشتمك. حاسب على كلامك. لا والله العظيم يعني خلى الناس مثلا تقول ان دي حاجه وحشه او مثلا بينشر حاجه سيئه عن المجال. لا انا مش شايفها كده، شايفها عادي، هو هزار وانت بتهزر وهو هزر على هزارك. فلو مش عاجبك الهزار ما تهزرش خالص بقى. طبعا ما انت صاحبه ماشي تمام. اوعى يا عم ماشي يا عم انا بقيتش حملك بقى، مشوها في الناحيه التانيه. بس عامه انا ضد اليوتيوب، تعال ننزله استماع بس. انا كنت فاكر ننزله كتب، ننزله استماع وننزله كتب. حلو برضه. مقالات. بص يا سيدي، قول يا صاحبي. مره كنت عند تيتا ونام على السرير بتفرج على مسلسل، المهم الدنيا كانت ضلمه فانا مش شايف غير الموبايل. ايوه ببص جنبي لقيت ست من غير ملامح ماشي. ولابسه اسدال وطالعه من الاوضه. صوت، انا رحت مصوت بصوت واطي ماشي. لابسه اسدال. وبعدين افتكرتها ماما صحيت تصلي الفجر، لقيتها داخله اوضه تيتا. دخلت وراها لقيت مفيش حد في الاوضه، لبست بسرعه وروحت. واضح ان هو كان عند تيتا برضه. بس الساعه 5 الفجر كان في كلاب جري ورايا، فضلت اعيط وانا بجري والكلاب خربشتني في رجليا. ايه ده؟ وانا بتعب من الكلاب. المهم ان انا لما حكيت لماما قالت لي بتتخيل، وانا اضطريت اعمل نفسي مصدق ماما عشان بحب تيتا، واكيد مش همنع نفسي ابات عندها تاني. ياه اما قصه بصحيح. انت مصدق ان في جن؟ جن؟ مصدق. ايوه انا مصدق برضه بصراحه. للاسف مصدق. بص هو ما بتخافوا والله ما بهزر، ما بتخافش؟ بتخاف يا رامي؟ طيب انا بخاف اسال. لا والله بتخاف. بخاف ماشي. قول برضه. عامه من خلال تجربتي الشخصيه اهلا وسهلا مع حاجات شبه كده. الجن زي الانسان، هو كمان بيخاف من وجودك، فتعاملك معاه مش ما ينفعش يبقى بالحذر ده، عادي. وانت لازم تبقى مصدق ان هو موجود، ولازم ما تتعاملش معاه باللي هو انا خايف يظهر، خايف لا هو مش هيظهر. وانت فاش تبقى خايف. ده على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي الشخصيه. الكلام ده على مسؤوليتي، يعني انا اضمن ان هو مش هيظهر لي. لا مش هيظهر عشان انت البيه قال لي كده مره. مش هيظهر لك. ليه هيظهر لك؟ وليه ما يظهر لي؟ عشان ما فيش بينك وبينه حاجه، عشان ربنا هو عامل ده اللي بيتخطى الحاجز ده من البني ادمين. ربنا وعده بحساب. ونفس الكلام عندهم، هو بيعتبر كفر ان انت تسحر او تحاول توصل لاي حاجه في عالم مش بتاعك. ربنا منعك عنه، ما ينفعش تشوفهم ولا هم يشوفوك. بس والعكس صحيح، هم نفس الكلام برضو. فلو حد منهم عمل كده تاكد ان ربنا ياخد لك حقك، ما تخافش. ونعم بالله. راح ازاي انا النهارده؟ يعني لو طلع لي اقول له على فكره انت كذاب، خالد الشيخ قال لي انت مش هتطلع وطلع. طب على فكره انا هقول له ربنا. لا يا عم خالد لا. يا اسلام في ايه؟ بس يا خالد خافش يا اسلام، انت عندك يا عم عيل. مش خايف يا عم، انا عايزك قلبك يجمد. انا تربي الواد ده ازاي؟ سيد ده مين اللي هيربيه؟ اليوتيوب. اليوتيوب يا دي الموجي بقتش حمل سيد الاسلام مين؟ اليوتيوب اللي هيربيه. انا تعرف الموضوع ده ما بربيش والله العظيم، سايب الطبيعه. اليوتيوب هيربيها، يعرفوا كل حاجه. اسلام اللي انت بتقوله ده خطر. ما ما بهزرش والله، اليوتيوب اللي هيربيه. افرض النت قطع هتعمل ايه؟ بحمل له الحاجات على الموبايل. ده انت قلقان انا بجد والله العظيم. طب كلمنا عن التربيه مع سيد. التربيه صعبه قوي يا خالد، والله العظيم. التربيه حاجه. طيب سؤال الجمهور كله بيساله، انت بتعمل مثلا الحاجات اللي كان نفسك تتعمل معاك؟
ولا برضو بتاخد نفس الغباء وتعمل نفس الحاجات وانا لسه يعني هو لسه ما وصلش للسن اللي انا فاكر فيه ابويا بيعمل حاجات فانا عايز اعمل عكسها، فاهم؟ انا لسه في السن اللي هو انا ما كنتش مدرك مثلا انا سنتين ونص دي ابويا كان بيعمل معايا ايه، ما اعرفش. الهاشتاج مثلا ممكن تتغير عادي. الهاشتاج على العيال الصغيره لما بتتكلم في التربيه والحاجات دي بتضايقني قوي والله العظيم. يا ابني انا كل خوفي من الجواز لما اخلف، انا مش قادر اتخيل ده ممكن اربي ايه. انا وحياة انا لسه تافه فشخ، انا عايز اروح العب كوره. لا انا عارف العب بلاي ستيشن وبتاع. انا عارف ان انت لسه تافه، ما تقلقش. تافه فشخ، فمش عارف لما انضج بقى نبقى نشوف قصه الخلفه دي. المهم يعني طب انت هتنضج امتى؟ تربي ايجابي؟ لا. تربي ايه؟ بربي بلدي بقى بالخلق الضيق، فاهم؟ اللي هو خلص اسمع الكلام بقى، خلصني بقول لك ايه وبرق والحاجات دي صح. وهو بيخاف بس هو بيخاف بس هو ما بيسمعش الكلام. ده خوف لحظي، خوف في ساعتها. يعني مثلا اقول له تيمو انت مش عارف ايه، يسيب الحاجه وخلاص بقى. اول ما انا سكت هو بيعمل عادي اللي هو عايزه. طب انت كده تافه في البيت يا اسلام. ما ده انا ما كنتش عايز الناس تعرف. شرابة خرج يا اسلام. طلعت شرابة خرج يا اسلام. يعني ايه شرابة خرج؟ ايه دي؟ يعني ايه دي والنبي دي؟ يعني ايه شرابة خرج يا اسلام؟ ده ايه ده بجد والله؟ ايه شرابة الخرج دي؟ ايه ده ازاي مش عارفه؟ اللي هو حد ملوش لازمه بنقول عليه صح؟ شرابة خرج. ولا بقولها صح؟ ايه بقى شرابة الخرج دي؟ طب انت بتقولي ليه الكلام ده؟ طب ما ثانيه، زي احنا معانا جمهور بيتفرج علينا يا جماعه، لو حد عارف يعني ايه شرابة خرج يكتبها لنا في الكومنتات. ايه في حاجه اسمها كده. انا اول مره اسمعها بصراحه. انت الكلام ده منين؟ انت منين يا خالد؟ من عين شمس. من المنصوره. انا عندي جدي السنبلاوين. تعرف من قريه اسمها اعتمد الحجر. اعتمد الحجر؟ اعتمد. والله لا اقول لابنك سيد طول عمري. اعتمد الف لام ت م د. اعتمد الحجر يعني ايه بقى؟ والله العظيم ما اعرف، بس عدد سكانها 3000. الفولورز بتوعه اكتر. 3000 واحد؟ دول يعني مثلا إيه 4 شوارع في شبرا مثلا؟ لا ولا اي حاجه، شارع يا باشا. 4 5 7 10 عماير تقريبا، حاجه كده صح. انا بفكر انزل انتخابات هناك. انت لازم تنزل هناك والله. بص تعمل له سبونسر ب 3 جنيه. وبعدين انت القريه كلها تشوف. بعدين انت جدك الحاج موندي يعني ليه بقى؟ الله يرحمه. طبعا عمي هو اللي كان بيحلم بقى بالحاجات الانتخابات بقى والحاجات دي. الله يرحمه. كان عايز يخش انتخابات تانية. انا احكي لك قصه بقى بمناسبه عمي. قول لي. عمي اسمه خالد. شوف بقى، شوف انت وشك ابتسم ازاي. يبان لك ان ابويا بيحب عمي قوي. وسمى ابنه على اسمه. لا ابويا سمانا على اسم القائد بتاعه في الجيش عشان ينزل اجازات. القائد بتاعه في الجيش؟ والله العظيم. ومصلحه بقى، فاهم؟ اخويا اسمه خالد والقائد اسمه خالد. طب ما حلوه دي اللي ماشيه حلاوه دي. لا هنا وهنا شغاله، هنا وهنا شغاله في كل حته. عمي بقى طاير بيا، والقائد بقى ينزله اجازات يعني في اليوم مرتين عادي. عمل الاسبوع بتاعي على حسابه. بس حلوه والله ان هو كان اسمه لعبه عبقريه. يعني حلوه ان هي جت على قد خالد. عبقريه بصراحه. تخيل القائد كان اسمه اي حاجه تانية. يا نهار ازرق. ايه بقى اسمه ايه بقى؟ كانت صعبه قوي بصراحه يعني يبقى اسمه عبد الراضي مثلا او حاجه. عبد الراضي عبد الظاهر. يا نهار ازرق. والله العظيم اشتغل فواعلي. عبد الراضي عبد الظاهر المندي صاحب عبده سلو. يا دين امي. يا لهوي يا اسلام، ايه الصعوبه دي؟ لا الحمد لله. خالد حلوه برضه. طب انت عارف تايم مراتي كانت عايزه تسميه ايه؟ كانت عايزه تسميه مروان. والله جميل. ما جميل فشخ. بس هو اخوها اسمه مروان. طب ايه المشكله؟ يعني هو خاله. انت مش عايز تبقى شرابة خرج؟ يا جماعه انقذونا. يعني هو الواد كان عايز ايه تسميه على اسم خاله مروان. ماشي. فانا بقول لها ليه يعني مروان ليه؟ قالت لي عشان هو مروان مسافر وهو وحشني. طب لما يجي. طب قلت لها طب ما وحش تكلميه يعني، انت وحشك ممكن تسافري له. ايوه لما يجي بقى ويقعد. لما مروان بقى يجي يعني ابننا ده هنقول له يلا، هنقول له خد يد انت هنا الاسم بتاع عمه بقى. شوف لك اسم. رجع بقى لخالك اسمه. يلا رجع لخالك اسمه. صح والله العظيم. يا نهار ازرق. انت عارف فكره الظاهره بتاعت ان حد يسمي بنته على اسم مراته؟ انا عندي واحد صاحبي كده. انا عارف والله ده كتير. انا عندي واحد صاحبي كده. منتشرين وربنا بس متريين كده. واحد صاحبي اسمه السند محمود سمير في الامارات. مراته اسمها مريم وبنته اسمها مريم. ده مجنون. فاحنا بقينا بقى في قصه كده في اول ما مريم دي جت. مريم الصغيره بقى ده احنا عندنا بقى القصه دي. مريم الصغيره ومريم الكبير. يقول لك هو راح سونستر الاول وسونستر الثاني والحاجات دي. هو راح يجيب مريم من عند امها. مريم. طب مريم وعند امها اللي هو ده مريم عند امها. طب ام مريم فين؟
ده مريم الكبيره. اه هو كده راح يجيب مراته مش بنته، فاهم؟ وبعد كده راح يطعم مريم. ما مريم مش كبرت على مريم لا دي مريم الصغيره. بقينا احنا عايشين بقى القصه دي. نازل يجيب لبس المريم. مريم المدارس داخله ولا ده ولا الثانيه فاهم؟ عايز يجيب فستان لمريم. قصه حزينه. ده يطلق. بس هو واضح ان هو بيحب مراته يعني. مش مبرر. والله ما مبرر. صح انا بقول كده والله. اسلام ده والله انا ابويا زعل ان انا ما سميتش ابني محمد، زعل. اسمه كان عايز يسميه محمد. بس ماشي افهم دي، محمد اسلام محمد يعني. ايه بقى ده؟ ايه محمد اسلام محمد ده ايه ده؟ راب ده ايه ده؟ ده ايه بقى دي؟ عادي يا عم على اسم جدك. يعني انا اسمي ابني عبد الظاهر على اسم انت سمي ابنك عبد الظاهر خالد عبد الظاهر موندي. تقريبا اي واحد دلوقتي كانت بتفكر تتجوزني. لا خلاص فك من العبط. بلا عبد الظاهر بلاش هبل بقى. صعب على المسا. لا صعب قوي صعب. احنا ما بنقولش حاجه، بنقول صعب فشخ. امال ايه هنقول ايه؟ امال هنقول ايه؟ مش بنملى. حرام. بس اقول لك حاجه انت اما اتجوزت كنت كان في اسامي نفسك تسميها لعيالك وده حصل ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني هو عارف الاثنين ما بيبقوا متجوزين. انا عارف انا قلتها بطريقه غريبه، لما الاثنين متجوزين متصاحبين او مخطوبين ايا كان نسمي عيالنا ايه بقى والحاجات دي. أيوة هل ده حصل ولا انتوا قعدتوا تقولوا اسامي في الاونطه كده وفي الاخر بقى تايم؟ هو دايما كان من ضمن الاسامي اللي احنا كنا عايزين، من ضمن قائمه الاغتيالات. كان من ضمن قائمه كان من ضمن القائمه المستدعاه للماتش يعني. كان بيصفي مع يونس. ايوه احب اسمع الحاجات العبيطه دي. كان بيصفي مع يونس واياد. تصدق انا كنت هسمي اياد. يا نهار ازرق. انا فعلا كنت هسمي اياد. الحمد لله ان ده ما حصلش يا جماعه. حلو كان والله اياد اسم حلو. فالمهم هو خلاص خلي بالك احنا قبلها بيوم احنا يونس. والله العظيم يونس. خلاص احنا انا وهي بنتخانق طول الحمل. خلاص بعد ما سفرنا مروان، بعد ما مروان سافر فخلاص هو بقى تيم او يونس. حلو فاهم؟ مسكته في ايدك قلت لا ده باين له تيم مش يونس ده، صح كده؟ هو اول ما قال واء انا قلت لا ده دي تيم، دي بتاع التيم. ده تيمو ده مش يونس ده خالص. انت عارف عايز اسمي ابني ايه؟ بجد والله. بس اسم عدل بالله. لا بجد والله بجد يا عبد يا مهزر. ابويا تقريبا اتسمى غلطه يعني تقريبا. نوح. حلو قوي. انا برضو نوح ده كان بس ده خرج من ال 64. نوح ده ليه؟ خرج من البدري خالص. جميل جدا والله. ما سعيدش كان قابل ناس تقيله قوي. بقول لك قابل اياد وقابل يونس وقابل ناس تقيله والله. قابل ناس تقيله فشخ. اسمع مني نوح ده حلو فشخ طبعا جدا. حلو. لا حلو مميز. بعدين في بقى حاجه والله العظيم بتكلم بجد، انا دايما عايز عيالي لما اسميهم اسامي ما تبقاش بتعرف اللي قدامه هو ديانته ايه. ليه؟ عشان يعرف يسافر بره ومحدش ما يعنيش من العنصريه. القصه دي عادي. لا مش مقتنع بالكلام ده. اسلام خلي بالك احنا في مجتمع خلي بالك انا المجتمع المصري المجتمع الدولي. خلي بالك انا اصلا سميته تايم عشان حاجه شبه كده يعني، عشان لما يسافر بره يبقى اسمه عادي. طيب شفت تيمي او لما انت بتستهبل ليه؟ ومين لي لا بس بعد ما سميته كده قلت لا ايه اللي انا عملته ده؟ ما كنت انا سميته عادي تايم عشان انا عايز اسميه تايم عادي مش عشان حاجه. بحس ان الناس بتصنفك ليه تتصنف؟ فاهم حاجه؟ ليه حد يحطك في قالب اللي هو انت من الناس اللي هي هنشيل خالة الديانه من البطاقه والحاجات دي؟ لا يا عم انا مش بتكلم عليه في مصر. انا دايما يعني انا طموحي، انا ابويا كان طموحه ان هو يجي من البلد يقعد في القاهره. ايوه انا افهم ده. لو انت مثلا ان انا اسافر ابني ممكن يبقى طموحه كبير فشخ، فانا ليه اسكفه باسم؟ ماشي انا افهم ده. لو انت مثلا عايز تسميه محمد مثلا، فدول دايما بتوقفوا في المطار عشان مش عارف ايه والحاجات دي. محمد عادي بس في اسامي في اسامي ايوه في حاجات كده. خالد في حد ذاته ده اسم عربي، ده اسم عربي، اسامي عربيه اصيله ما فيهاش خالد عمرو. في اسامي ما فيهاش تايم كده على فكره. تايم ايه؟ انا هزر. لا تايم اسم عربي والله. عربي بس مش مصري، مش مهروس. فاهم حاجه؟ مهروس في الشام. ممكن مهروس في الشام. طيب انا بكلمك في كده. كنت هقول لك حاجه. قول لي بس نسيت. طب تعالى نجيب حاجه حد قالها. يعني مثلا في ناس بتسمي اسامي لو سافرت بره الاسم ده يبقى وحش مش حلو. زي بوسي شلبي مثلا. بوسي ده مش هينفع يسافر بره. تطلع بره دي ما ترجعش خلاص. مش هينفع تشتغل خلاص كده. حكم عليها الاخر طلع حم. فاهم؟ يعني واحد مثلا بيسمي ايه بوسي كام بوسي. يلا $200 كام؟ ما تسيبنا كمل يا ابني. معلش والله اصل البوسي لازم تجيبها. لازم تجيبها فعلا. قولوا. يعني مثلا واحد مسمي حور. ايه؟ حور ماشي. دي لما تخرج بره هتبقى ايه بالانجليش؟ تعرفش انت تبقى بالانجليش؟ ما انت من اللي اتمد الحجر، انت من ابراهيم عبد الرازق ولا هتعرف حاجه في دنيتك. الناس هنا كالتشر امريكان شغالين معانا. نبقى نشيلها. قولوا نبقى نشيلها. هتبقى هور. ايه؟
يا ساتر يا دين يا ساتر. كارما مثلا. ايه كارما كارما دي هنا في مصر عادي، انما بره كارما دي معروفه، هي اكسبريشن كده كارما كده. يا ساتر كارما دي اللي هو انت لما تعمل حاجه في حد وتترد لك. ايوه انا فاهم. فخلاص هي معروفه بره كارما فانت تسلم بنتك كارما سافرت بقى هي مثلا امريكا. شوف طب ما انا اللي بكلمك فيه يا عم اسلام، احنا بنركزش احنا في الحاجات دي. احنا العيال يبقى طموحها ضيق قوي، اخرهم يشتغلوا هنا في مصلحه سجل مدني ولابسه خمار والدنيا تقفل على كده ليه؟ طيب سيب الطموح ياخد مجراه يعني. انا جه عليا اسامي يعني في الشغل، مثلا في واحده عميله كان اسمها ست اخواتها. انت بص، انت عارف جيت على الجرح. اللي ستك اسمها كده؟ ست اسمها ست ابوها عافيه. ست ابوها انا اللي جايبها وبقول لكم كلام ابوها يسميها كده. ست ابوها يعني لو ست اي حد هنا. يعني مثلا اسمي ابني عم ابويا، اللي هو انا عمي، يلا انت عمي، يلا عمي بلدي. وكل العيال اللي جايه انت اجدع منهم. صعب قوي بصراحه، صعب قوي. ايه ده؟ انا حاسس ان انا مش هدخل البيت تاني بعد البودكاست. بعد ما الحلقات دي ما تنزل اكيد مش هنروح اكيد. بس الحمد لله انا عندي بيت، انت ما عندكش. يا بختك انت عامل بيت. انت لازم تروح. ما لازم اتجوز بعد البودكاست. بمناسبه الجواز، انا قلت في الحلقه اللي فاتت ان انا مصاحب امريكانيه. ماشي. ده عامل لي مشاكل يا اسلام. مع مين؟ مع نفسي. ليه؟ مش قادرين نوصل. انا انت اذا كنت انت مش فاهم حور بره هتبقى ايه؟ حور ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. مش فاهم اي حاجه بجد. انا بحاول دلوقتي اتعلم انجليش، اكتشفت ان انا بجيبه من الاي بي تي. الدنيا رايحه انت من هناك جاي من هناك خالص. غير ده كله هي مش انا بقى دايما بقول لها انت مش بتتعاملي مع واحد مصري عادي، لا هو من عين شمس وهي من كاليفورنيا، فيعني مش منطقي والله العظيم. قال لك ايه؟ قال لك كاليفورنيا، فاهم؟ ما انا هقول ايه طيب؟ كاليفورنيا كاليفورنيا. والله العظيم ثلاثة بعاني معاناة. بس هي يا راجل معاناة باينة. انا عندي باينة يا راجل. مش بجيب عرق وانا بتكلم معاها. هي الميزة الوحيدة انها بتتكلم عربي. ده حلو ده. باباها معلمها عربي يعني على الاقل في يعني ارض مشتركة بينكم. بس احيانا بقى ايه في كلام ما بتفهموش مني، اللي هو زي شرابة خرج والحاجات دي. اذا كنت انا مش فاهمها منك هي هتفهمها ازاي؟ طيب ارمي لها كلمتين دول تقول لي عايز ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا ما بقتش فاهماك. تبقى الموضوع يكبر قوي، فاهم كده يعني. مش عارف اعمل ايه. اسلام انصحني والله العظيم. لازم تاخد كورس في البريتش كونسل، تخش تعمل اول اختبار. عندهم هو اختبارين، ده بيبقى تبقى انت يا اما مبتدئ مش عارف بيبقى اسمها حاجه، يا اما بتبقى متوسط انترميديت. عملته. طلعت بقى ايه كي جي 1. قالوا لي تعالى بقى من الاول. ما انا بقول لك تعالى بقى. ايه قبل فاهم بابا ماما فين؟ لا ما سالوني الاول انت جاي مع مين يا حبيبي؟ جابوها من الاول قوي. لا الانجليزي مهم، لازم تهتم بيه. عامل ايه طب يا اسلام؟ والله العظيم حياتي صعبه. بحاول ما اعرفش، بحاول اقسم بالله. حاول خد بالك هو لساني في فتره لساني بدا يتعوج شويه لما كنت شغال في الايجنسيز. يس ايوه. بس باظ امتى؟ لما رجعت اقعد مع اصحابي تاني. خلي بالك الموضوع ده مهم فشخ والله العظيم. 3 الدايره اللي حواليك دي مهمه فشخ. حاجه صعبه يعني لو هي دايره مش دايره كويسه، دايره جميله، بس العلم مش اهم حاجه عندهم. ايوه هم دايما بيفضلوا عندهم تفضيلات تانية. يعني احنا بعد ما خرجنا من الجامعه اي حد عايز يعمل اي حاجه تانية تبع التعليم. ايه ده؟ يعني ايه ماجستير؟ يعني ايه دراسات عليا؟ ايه ده اصلا؟ يعني ايه كورس؟ عايز تاخد كورس؟ احنا خلصنا العلام خلاص. بستغرب صاحبتي لما بتقرا كتاب. ايوه بتفرج على فيلم بتوجع قلبك ليه؟ اسمعي بودكاست. فلا انا بعيد، انا عارف ان انا بعيد، بس بحاول والله اقرب. حاول اتفرج على افلام كتير، افلام انجلش. بتفرج على فريندز بقى. ماشي والله العظيم حلو. كله قال لي وفعلا حلو. حاول بس بعد اول 3-4 سيزون كده تتفرج بترجمه انجلش. وحاول بعد السيزونين ما تتفرجش بقى عليه تاني. انت بتتكلم انجلش يا اسلام؟ لا بس يعني بقول لك. لا طب انت بتعرف تتكلم انجلش؟ انا اكلمك انجلش؟ لا. امال بتتكلم ليه طب؟ يا اسلام احنا على الصبح ده. طيب بص، مرق الدجاج هي اللي كاتبه. هي اسمها كده على تويتر بقى. انت فاهم بقى العالم دي، فاهم انت ضفدعه السلاحف والحاجات الغريبه دي، الطماطم والحاجات دي. ايوه. كان في واحد صاحبي قعدوا يقولوا لي حبيه، ده شكله بيحبك وبتاع. حبيه يعني مش صاحبيه حتى، لا حبيه. وانا اقول لهم لا وايه الهبل ده وكده، لحد ما ابتديت اكاتش فيلينجز. تويتر ليه بحاجه بسيطه. فراح قال لصاحبه انا فاهم انت بتعمل ايه، انا مش بحبها، وطلع في الاخر بيحب صاحبتي. انا واخدها كوبرا يا صاحبي. يا دي صعبه فشخ. الرجاله لما
فضل مع البت ما فاهم عشان صاحبتها، تروح لصاحبتها توجع قلبك ليه؟ ده صعب يا فشخ، إيه؟ ده رخم. لا في رجاله كده. انت تعرف حد عمل حاجه زي كده؟ لا انا لا، عشان بس ما انا شايف عينيك فاهم بتطلع، انا عمري ما بعمل كده. بس انت أنا واضح وصريح. علاقاتك كتيره خير كتير، بس ما اقسم بالله ما فيهم اي حاجه، بدليل ان انا عمري ما انزل لي بوست على سبيك اب فاهم حاجه. Do you know him؟ لا استحاله والله العظيم استحاله ان انا عمري ما اذيت بني ادم بصراحه. ده من وجهه نظرك. لا خالص بجد والله العظيم، كلهم صحابي. ماشي كلهم صحابي يا عم ماشي، لسه خلاص بكلمهم خلاص يا عم كلهم. ماشي. يا عم خلاص ماشي اللي انت طب عايزه. انا في الغلط ولا ايه يا يا عم عم انا مش اسلام؟ بوقعك غلط، انا بستفسر بس. ايه يا عم أنا ده؟ بقعد خلينا يا عم في الواد ده، انت دخلتنا انا ليه يا عم؟ تقول لك بكاتش فيلينج، انا ما كنتش بكاتش، انا كنت بحب بكراش، دي اخري، دي الصياعه عندي. المهم يعني الرجال اللي كده دي بتبقى عندها نقص في شخصيتها. طب ما ممكن هي فعلا فهمت غلط، لا او صحابها فهموا غلط. لا في رجاله بتعمل كده، هو بيروح. ايوه ده من آه. يعني من النظريه اللي هي ايه، لما اتنين يبقى في واحده حلوه وواحده وحشه، كلم الوحشه. دي نظرتي، دي موضوع تاني ده بقى. لا انا بكلمك في ان في رجاله هي بتخاف من فكره الرفض، فيروح يجس نبض، فيلاقي يقرب للتانيه وياكلها فاهم، بيتعامل معامله المخابرات مع الجواسيس. قولي بقى وصرفت، هي ايه بقى، هي كويسه، هي ايه بقى، عامله ايه، هي انت حلوه قوي بس صاحبتك عامله ايه وكده فاهم. بيبتدي بقى يتعرف على التانيه من خلال دي. فبس يفضل بقى كده والتانيه تفتكر ان في مشاعر، ان هو تعالي ننزل، تعالي نقعد، كلام في الموبايل. طب ما هو كل دي اشارات، ما منطقي يعني. التانيه تحبه، لا ده انا كنت بحب دي بتاع بقى. انت فهمت كل ده من الكاتش فيه؟ ما قالت كده البنايه، قالت كده. لا انت كده فهمش قالت ايه. بصدق النجيات. انا بصدق النجيات. انت كده فهمش قالت ايه على فكره. قالت ايه طيب؟ هي قالت ان هو يعني صاحبها ده شكله، صحابهم بيقولوا لها ان هو شكله بيحبك. حلو. فهي لما بدات تحس من ناحيته بحاجه، ايوه، هو قال لصاحبه على فكره انا ما بحبش دي، انا بحب صاحبتها. ده مظلوم. هي اللي اتصدمت. مظلوم في روايه احدهم. أيوة يعني مظلوم في روايتك انت. هو عامه برضو الرجاله اللي انا حكيت عنهم دول عادي برضه. فقشطه يعني شغال. يعني هو بيحب واحده. لا ده احراج يعني، يا ساتر. ده احراج للبنت جدا. يا ساتر، ده احراج للبنت جدا. تعال نقفل الحلقه دي بقى عشان احنا شكلنا هنعك. ليه؟ والله اسمع مني، تعال احنا لازم نقفلها عشان احنا محتاجين نروح، عشان حاسس بطاقه صراحه وعك. يلا نقفل. طب بص ده اخر واحد. هتضحكني ها؟ ان شاء الله نضحك يعني. ماشي. برضه سكرين شوت من على تويتر. ماشي. حصل مع واحد صاحبي ايام التدريب، تقريبا هم في هندسه او في حاجه كده. ماشي. في محاضره عن اللحام. تقريبا كان في معهد فني صناعه او حاجه كده. ما كانش عاجبه الصداع بتاع مكنه الكوي. ماشي. وبيقول ما نعملها بشكرتون وخلاص. انت مهندس كده. وبعدين ايه، جت صوره شكرتون في البرزنتيشن. ماشي. خلاص. ساعتها الدكتوره كانت بتسقف عشان نسكت. خلاص. ماشي. راح هو قام قاعد يسقف معاها. فاكر بيسقف لشكرتون. فكده بتحتفل بالفكره يعني. انا قلت كده. بتحتفل بالاختراع. هي بتسقف وهو بيسقف معاها. يا ابني انت عبيط بتسقف ليه؟ اقعد يا حبيبي اقعد، انا بسقف عشان تسكتوا. دراسه دي. لا هخش بقى في الجامعه والقصه دي. لا خليها الحلقه الجايه. خليها الحلقه الجايه. ماشي. طيب وبكده خلصنا حلقتنا من بودكاست ومين سمعك. يا عم ركز معانا يا عم. انت جاي تقعد معانا ولا جاي تقعد مع الموبايل؟ بشوف حاجه للحلقه الجايه. ماشي. طيب خلصنا النهارده كده. كفايه كده صح؟ بصراحه حلو قوي. ضحك ورعب وجد وحب، كل حاجه فعلا. وفي عبده سلو. يا عم في ايه يا عم؟ بس حلو اسمه. هو لسه عايش؟ مش عارف. شاوت اوت لعم عبده سلو ده لسه عايش. احنا ما اديناش شاوت اوت لطه دسوقي مثلا، حرام عليك. تعالى نشيت اوت لطه دسوقي. طبعا شاوت اوت لطه دسوقي وعبده سلو. طبعا. تعالى في الحلقه دي عشان هنعمل مشاكل. والله العظيم احنا هنعمل مشاكل. وبكده حلقتنا تكون خلصت من بودكاست ومين سمعك من انتاج دارك هيد ستوديوز رأس البطه. لو بتتابعونا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب. اما لو على منصات الاستماع برضه ما تنسوش تعملوا لايك، واحنا ادينا بنسليكم في الطريق يعني. لو في طريق يعني. لو في الطريق. لو في طريق عموما بقى فعلا جرى. يلا نقفل. ما احنا قفلنا يعني اللي هو نقفل بقى، نقوم نمشي يعني. طب يلا